لو اشتقتي بقى تاكليها الكنافة السادة جميلة جدا. ليه بقى تروحي تشتريها من بره؟ لا، ده انت هتعمليها في ثواني في البيت. اول حاجة هتعمليها العسل معايا، كوبايتين سكر على كوبايتين مية مع عصرة ليمونة، واحطهم عندي على البوتاجاز يغلوا معايا لمدة 5 دقايق، وبعد كده اطفي عليه تماما. هنا بقى عندي كيلو كنافة ما شاء الله، انا مطلعاها من الفريزر، بحط عليها معلقتين سكر كبار وكمان كوباية من السمنة ما شاء الله. ادخل بقى كل السمنة كده معايا كده في الكنافة، واظبط عندي الكنافة كده في الصينية مدهونة بسمنة، واروح بقى ايه نازلة بكمية الكنافة كلها. دي كنافة سادة، حاجة سهلة وبسيطة كده وخفيفة جدا ما شاء الله. دي اظبط بقى كده كل الصينية كده معايا ما شاء الله. وطبعا الفرن سخن عندي، والتسوية بدخلها بقى الفرن عندي الأرضية، أول ما تستوي بروح قلباها على الناحية التانية وحطها في الصينية مع معلقتين كبار من السمنة واسيبها تستوي معايا. أنا ما بشغلش الشواية تماما، وبعد ما بتطلع بحط العسل التقيل واسيبها تهدى كده لمدة 5 دقايق، واروح مقطعاها معاكي، بتبقى جميلة جدا ما شاء الله. كل ما تسيبيها تبرد كل ما تحسي بحلاوتها وجمالها ما شاء الله. أحلى كنافة وروعة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.